أهلا بكم. موضوع كتير هالأيام نشهده في تركيا، وهو المفاوضات أو عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا. طبعا هاي خطوة إيجابية كتير واستراتيجية ستغير الوجه الجيوسياسي للمنطقة، وسيكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على الشعب الكردي. لماذا؟ نحن بنعرف منذ تموز الماضي، حينما أعلن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من سجنه في جزيرة إيميرالي حين دعا أنصار حزبه وقيادات حزبه في قنديل بإنهاء الكفاح المسلح وإلقاء سلاحهم والتحول للعمل السياسي. أوجلان حينها أعلن أن الحزب لم يعد يملك استراتيجية أو طموح إقامة دولة كردية للشعب الكردي في تركيا، وأنهم كحزب بات هدفهم التحول إلى العمل السياسي الديمقراطي المجتمعي والعمل مع الأتراك في هذا المنحى. طبعا خطوة إيجابية كتير، وكل الشعب الكردي في عموم أجزاء كردستان وفي منطقة الشرق الأوسط لديهم تفاؤل بهذه المرحلة الجديدة. طبعا الكفاح المسلح كان له تداعياته في فترة من الفترات التاريخية أيام الاتحاد السوفيتي والصراع بين القوى العظمى بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في المنطقة، والأكراد أو الكرد الشعب الكردي كانوا جزء من هذا الصراع. طبعا حزب العمال الكردستاني لم ينجح خلال العقود الماضية في أن يغير استراتيجيته بما يتلائم مع المستجدات في منطقة الشرق الأوسط. بقي ضمن قوالبه الكلاسيكية التي تعتمد على الماركسية اللينينية والاشتراكية الدولية، ولكن الكفاح المسلح لهذا الحزب قدم العشرات الآلاف من الشهداء الكرد في سبيل كردستان، ولكن في حقيقة الأمر لم يستطع أن يحقق أي نتائج تتعلق بقضية الشعب الكردي في شمال كردستان، بل تعرض للاستغلال من قبل نظام حافظ الأسد ومن قبل النظام الإيراني، ودفع بحزب العمال الكردستاني إلى ارتكاب أخطاء عديدة. طبعا هذه جزء من السيرورة التاريخية أو من الماضي، ولكن لماذا نتحدث عن هذا؟ لأننا نريد أن نذكر بالسلبيات والإيجابيات لهذا الحزب، ولكن أيضا من السلبيات التي كانت الحكومات المتعاقبة على تركيا تستخدمها، وهو وجود حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب الأمريكية والتركية لسنوات طويلة. كانت الحكومات المتعاقبة وخاصة حكومة أردوغان تستخدم وجود حزب العمال الكردستاني وسلاحه ذريعة لاضطهاد الشعب الكردي أكثر، وتكريس أو تطبيق أكثر السياسات العنصرية والتمييزية بحق الشعب الكردي في تركيا، من حرق القرى والتهجير والتغيير الديموغرافي ومنع اللغة الكردية وحرمان الشعب الكردي هناك من كافة حقوقه الإنسانية والمدنية والسياسية. كان دائما عن موضوع الإرهاب وحزب العمال الكردستاني ذريعة تستخدمها تركيا حتى اليوم للتهرب من المسؤوليات والاستحقاقات التاريخية لحل القضية الكردية بشكل ديمقراطي وعادل وفق المواثيق الدولية والإنسانية. إذن حزب العمال الكردستاني كان خطوة جريئة له للقيام بحل نفسه والتحول إلى العمل السياسي. طبعا يملك الكرد في شمال كردستان داخل تركيا قوة سياسية ومجتمعية قوية، ووجدنا كيف أن الزعيم الكردي صلاح الدين دمرتاش استطاع مع رفاقه كسر شوكة أردوغان في الانتخابات البلدية الماضية، حيث خسر أردوغان اسطنبول وأنقرة وأزمير. أيضا يملك حزب دمباري أو القوى الكردية في كردستان تركيا قوة اجتماعية وسياسية قوية، من خلال التحالف مع المعارضة يستطيعون إسقاط حزب
أردوغان وإنهاء الحياة السياسية لأردوغان إذا ما تحالفوا مع القوى المعارضة التركية. إذا نجحت خطوة أوجلان وحزب العمال الكردستاني بالتحول إلى العمل السياسي، واستجابت تركيا أيضا للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الكردي والقضية الكردية، فسيتمكن الكرد هناك أن يكونوا دعاة التغيير والديمقراطية في تركيا، ويستطيعون كسب المزيد من المكاسب، سواء كان حكما ذاتيا للكرد هناك أو نظاما فيدرالي أو كونفدرالي في عموم تركيا من خلال قوتهم السياسية وعددهم الكبير الذي يتجاوز 25 مليون نسمة داخل تركيا. إذن مبادرة جيدة وإيجابية، ولكن لا يمكن الثقة بالجانب التركي. في تركيا أردوغان يحاول أن استمالة الكرد لأجل الانتخابات القادمة لإجراء التغيير في الدستور التركي ليصبح حاكما أبديا لتركيا. أيضا تركيا أدركت سريعا بالتغيرات التي تحدث في الشرق الأوسط ومشروع الشرق الأوسط الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا وجدنا كيف أن الحركة القومية التركية وأردوغان يبادرون إلى عرض المفاوضات والحوار مع أوجلان لوقف هذا النزاع الطويل والدخول في حلول. ولكن ما هذه الحلول؟ هنا الكرة في الملعب التركي. نعم، الكرة الآن في الملعب التركي، وما يقوم به حزب العمال الكردستاني حتى هذه اللحظة بنزع سلاحه، نقل مقاتليه من داخل تركيا إلى جبال قنديل، خطوة إيجابية جدا، ويضع الأتراك أو الحكومة التركية أمام أنظار العالم جميعا والمجتمع الدولي للدخول أو البدء في حل القضية الكردية. إذن ماذا يترتب على تركيا الآن؟ يترتب على تركيا الآن أن تقوم بالاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في تركيا. نعم، وجود شعب كردي في تركيا من خلال الدستور، وأنه قومية رئيسية إلى الجانب الأتراك داخل تركيا. أيضا يجب أن تعترف تركيا باللغة الكردية والحقوق الثقافية للشعب الكردي هناك، وأن تعمل مع الكرد لحل القضية الكردية وللوصول إلى تفاهمات حول مطامح السياسية والقومية للكرد هناك. إذن نحن أمام مرحلة تاريخية، والديمقراطية التركية الهامشية أو الصغيرة على المحك، وعلى أردوغان أن يكون واعيا للمرحلة القادمة. وفي كل السياسات التركية التي اتبعتها بحجة حزب العمال الكردستاني وموضوع الإرهاب كلها فشلت، فوجدنا أنه بقيت القضية الكردية وبقي الشعب الكردي، وخسر العقل التركي العنصري كل شيء وبات مكشوفا أمام الجميع. اليوم تركيا بحاجة إلى الشعب الكردي لحماية دولته من التغيير القادم، خاصة بعد الربيع العربي، التغيير الذي سيعصف بتركيا وبإيران أيضا، وخاصة بعد أحداث 7 أكتوبر ومساعي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإحداث خرائط جديدة في المنطقة وإقامة تحالفات جديدة. طبعا تركيا رغم أنها عضو في حلف الناتو ما تزال تركيا على النقيض من الناتو ومن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا التي تدعم حركات الإسلام السياسي والقوى الراديكالية الإسلامية المتطرفة في المنطقة، وهذا خطر على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا لدى تركيا خشية أن تقوم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الكرد والشعب الكردي في تركيا لأجل إحداث التغيير وإسقاط أو وضع نهاية للنظام الإسلامي الذي يقوده أردوغان، وإعادة تركيا إلى الحياة الليبرالية الديمقراطية العلمانية نستطيع القول. إذن الكرد لهم أهمية استراتيجية لعملية استقرار تركيا أو عدم استقرارها، ولكن إذن ضمن هذه المطالب على أردوغان والقوميين الأتراك الدخول في مفاوضات لحل المسألة الكردية في تركيا، وإطلاق عفو خاص عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي الكرد داخل تركيا من السجون، وأولهم
صلاح الدين دمرتاش الذي هو مسجون بسبب آرائه السياسية وهويته الكردية، ورغم أنه كان عضوا في البرلمان التركي. تركيا أمام منعطف تاريخي جديد، وعلى الأتراك الاعتراف بوجود شعب كردي، وأيضا حل المسألة الكردية ضمن وفق معايير حقوق الإنسان والشرعي ضمن معايير حقوق الإنسان والعدالة الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. إذن لكي طبعا على تركيا أيضا أن تقوم بإطلاق سراح زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، كون أوجلان هو عراب هذه العملية، عملية السلام بين حزب العمال وبين تركيا. إذن الكرة الآن في الملعب التركي، وتركيا أمام منعطف تاريخي، ولكن لكي تنجح هذه العملية أعتقد أنه على القوى الكردية وحزب العمال الكردستاني أن تطالب إدارة الرئيس ترامب بأن تنخرط في هذه العملية كضامن وكمشرف على عملية السلام والانتقال الكردي أو انتقال حزب العمال الكردستاني من عمل المسلح إلى العمل السياسي. طبعا هذا الشيء سيكون إيجابيا لدى إدارة الرئيس ترامب، كون أن عقيدة ترامب هي الحالية هي وقف الحروب ووقف النزاعات، وبالتالي حتى إذا أخل أردوغان أو تركيا بعملية السلام وانقلبت على الكرد، فستكون الولايات المتحدة تقف بالمرصاد لهم. إذن على حزب العمال الكردستاني والقوى الكردية أن تطلب من إدارة رئيس ترامب الانخراط في هذه العملية، وهذا سيكون له تداعيات إيجابية على المنطقة وعلى الشعب الكردي، وسيكون طريقا لأن تطلب كردستان العراق من تركيا سحب قواتها العسكرية من كردستان العراق، فليس هناك داعي لوجود تلك القوات ما دام حزب العمال الكردستاني قد حل نفسه ويتخلى عن سلاحه. وبالتالي وأيضا على تركيا أن توقف تنهي احتلالها للمناطق الكردية في عفرين وسريكهنية وتل أبيض في سوريا، وكذلك على حزب العمال الكردستاني سحب مقاتليه وكوادره من كردستان سوريا لإنهاء ذريعة أردوغان بالتدخل في شؤون كردستان سوريا وإنهاء الاحتلال. نحن أمام مرحلة تاريخية جيدة، وستكون هناك مفاجآت قادمة، وعلى كل حال كل شيء إيجابي حتى هذه اللحظة، سيكون من المفيد جدا أن يكون الكرد في شمال كردستان جزءا من عملية التغيير في الشرق الأوسط ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد. تحياتي، نراكم قريبا.